الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول محاضره لينا في كورس تسعير بنود اعمال الكهرباء. وده احنا هنحاول ان احنا في الكورس بتاعنا نتعلم ازاي ان احنا ممكن نعمل تسعير لاي مشروع من المشاريع اللي بتقابلنا، سواء كانت لوحات كهربية، سواء كانت مشاريع مقاولات او انشاءات. اي حاجة انا اقدر ان انا اعمل لها تسعير. موضوع التسعير ده يا باشمهندسين مش مقتصر على الكهرباء بس، او مش مقتصر على مجالنا بس. مجال التسعير ده او التسعير ده من الحاجات المهمة جدا 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 لأي حد عنده مشروع بينفذه، او اي حد عنده شركة بيعملها. ده لان انت لو انت عملت تسعير بشكل مش كويس، او عملت تسعير بشكل غلط او بشكل مغلوط، ده هيأثر عليك انت وهيأثر على الشركة بتاعتك، وهيخليك انك انت تخسر. فمن الطبيعي جدا ان لازم اللي يعمل موضوع التسعير ده يكون حد عنده خبرة كويسة جدا جدا جدا، ويكون حد كواليفايد بشكل كبير جدا جدا جدا. احنا النهاردة هنتكلم عن الاساسيات بتاعة التسعير. هنتكلم ان شاء الله باذن الله في الكورس بتاعنا عن ازاي احنا ممكن نعمل تسعير لاي بند من بنود المشروع اللي بتبقى موجودة عندنا، وهناخد مثال عملي وتطبيق عملي على الكلام ده، وهنبدأ ان احنا نشوف كل القصة دي بتتم ازاي واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم عنها وهي حساب التكاليف وتسعير البنود. طبعا يا باشمهندسين، زي ما أنا قلت في البداية إن طبيعة المشروع هي اللي بتحدد لي طبيعة التسعير. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو بسعر لوحة غير لما هكون بسعر أي بند مختلف، لأن التسعير بيختلف على حسب طبيعة المشروع. فكل مشروع بيكون ليه طريقة معينة في التسعير، ولكن إحنا بيكون عندنا أسس. إحنا الأسس دي إحنا بنبدأ إن إحنا نمشي عليها علشان خاطر نبقى احنا كده عملنا تسعير بشكل كويس، والمشروع بتاعنا ما يخسرش، او لو انت داخل في مناقصة او اي حاجة المناقصة بتاعتك ما تخسرش. فالتسعير من الحاجات المهمة جدا 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 في اي مشروع. وكمان يا باشمهندسين، التسعير الخاطئ ده بيعود بخسائر كتيرة جدا 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 على المقاول او على الشركة اللي انت بتسعر لها. فلو انت سعرت بشكل مش كويس، او كان في حاجات معينة ما خدتهاش في اعتبارك وانت بتعمل عملية التسعير لأي بند من البنود، ده هيعود عليك انت بخسائر كبيرة جدا جدا جدا. وهنتكلم بقى ان شاء الله في البدايه خالص عن اهميه التسعير، وهو ان احنا طبعا زي ما قلت هنتكلم عن الاسس العامه بتاعه التسعير اللي يمكن من خلالها ان احنا نعمل تسعير لاي بند من بنود اعمال الكهرباء. وطبعا زي ما قلت في البداية ان التسعير بيتم بواسطة مهندسين بيكونوا عندهم خبرة كبيرة جدا جدا. ده عشان خاطر لحساسية واهمية موضوع التسعير، لان حدوث اي خطأ في التسعير ده هيؤدي الى خسائر كبيرة وفادحة على المقاول، سواء بسبب مثلا تقليل السعر بشكل مبالغ فيه، او اغفال بعض البنود زي ما انا قلت من شوية، او المصاريف الغير مباشرة ان انت ما خدتش في اعتبارك التكاليف مثلا المباشرة والتكاليف الغير مباشرة والكلام ده كله. طيب، من الحاجات اللي احنا بقى لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل تسعير لاي مشروع او لاي بند من البنود، ان احنا اول حاجه بنعملها هي ان احنا بنبدا ناخد بالنا من الشروط الخاصه للمشروع، والشروط العامه للمشروع، والمواصفات الفنيه للمشروع، والرسومات التصميميه للمشروع، واخر حاجه وهي جداول الكميات بتاعه المشروع. طيب، في بعض المهندسين بيعملوا موضوع التسعير من خلال جداول كميات المشروع فقط. يعني بيشوف الكميات اللي موجوده عنده قد ايه، وبيبدا ان هو يحسب لها التكلفه المباشره بتاعتها، ويبدا ان هو يشوف الموضوع بتاعه بيبقى كتوتال كام في الاخر، ويعمل عمليه التسعير بتاعته طبقا للبيل اوف كوانتيتيز او جداول كميات المشروع. وطبعا ده امر غلط جدا جدا جدا. ما ينفعش ان احنا نسعر من خلال جداول كميات المشروع. ليه يا باشمهندسين؟ عشان جداول الكميات دي مش بتشمل كل الظروف بتاعة الموقع، او مش بتشمل كل الظروف بتاعة المشروع. بيكون في اختلافات كتيرة، فلازم ان احنا نسعر على الخمس حاجات اللي انا قلتهم، اللي هي الشروط الخاصة للمشروع، والشروط العامة للمشروع، والمواصفات الفنية للمشروع، والرسومات التصميمية بتاعة المشروع. طيب،
احنا حساب التكاليف المباشره او حساب التكاليف وتسعير البنود لاي بند بقى من البنود اللي عندنا بيمر بايه؟ بيمر بثلاث مراحل. دول الثلاث مراحل او دول الثلاث اسس اللي احنا بنمشي عليهم في موضوع التسعير. اول حاجه هي ان احنا بنقوم بحساب التكاليف المباشره. تاني حاجة هي التكاليف الغير مباشرة. تالت حاجة وهي الأرباح والمصاريف الإدارية. كل ما حاجة من الحاجات دي هتاخد معانا شوية كده، هنقعد نتكلم عنها ونفهمها بالتفصيل ونتكلم عن الديتيلز اللي موجودة جواها. التكاليف المباشرة دي بتشمل حاجات كتيرة. يبقى احنا أول حاجة هنتكلم عنها هي التكاليف المباشرة. يبقى يا باشمهندس دلوقتي أنا عايزك لو سألتك سؤال وقلت لك إيه هي الأسس اللي احنا بنسعر من خلالها، هتقول لي والله يا باشمهندس أنا عندي ثلاث أسس بمشي عليهم، إن أنا ببدأ أحسب التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشره، وببدا احسب حاجه اسمها الارباح والمصاريف الاداريه. طيب ايه هي التكاليف المباشره بقى؟ ده اللي انا هكلمك عنه دلوقتي. التكاليف المباشره بكل بساطه هي بتشمل خمس حاجات. اول حاجه هي تكلفه الخامات، وهنتكلم يعني ايه تكلفه الخامات دلوقتي. تاني حاجه تكلفه ضريبه المبيعات. تالت حاجه تكلفه النقل. رابع حاجه التكلفه بتاعه المصنعيات. خامس حاجه تكلفه الهالك. دول الخمس حاجات اللي احنا بنعمل من خلالهم موضوع ان احنا نحسب التكاليف المباشرة. اول حاجة بقى هنتكلم عنها وهي تكلفة الخامات. تكلفة الخامات دي انا بعرف سعر الخامة اللي موجودة عندي ازاي. يعني انا مثلا لو انا عندي لوحة، ماشي، اللوحة دي انا هجيبها من مورد معين، اللي هو وليكن مثلا من شنايدر او من اي بي بي او من اي حاجة. هجيب لوحة، اللوحه دي انا والله العظيم عشان اعمل لها تسعير او عشان اعمل التسعير للوحه دي بشكل كويس. لو انا مثلا داخل وهعمل داخل في مناقصه وعايز اكسب المشروع ده، فببدا اجيب حد كويس عنده خبره كويسه في موضوع التسعير، ان هو يبدا يعمل لي تسعير للمشروع، بحيث ان انا لما اقدم المظروف المالي للمشروع والمظروف الفني اقدر ان انا افوز بالمناقصه. تمام. طيب يبقى انا ببدا اول حاجه اعملها هي ان انا ببدا احسب تكلفه الخامات. طيب تكلفه الخامات دي زي ما قلت بيتم الحصول عليها من المورد نفسه. يعني انا ببدا اشوف سعر تكلفه الخامه من المورد نفسه. والله بروح اسال كذا مورد واشوف الاسعار ماشيه ازاي، اشوف ده سعره كذا وده سعره كذا وده سعره كذا، باخد انهي سعر فيهم؟ هل باخد السعر الاغلى ولا الاقل ولا المتوسط؟ احنا في شغلنا بناخد السعر المتوسط. ليه؟ عشان خاطر احنا بنضرب في سيفتي فاكتور في الاخر كده فبيعادل لك الموضوع. فاحنا بناخد السعر المتوسط، يعني مش باخد اعلى سعر ولا اقل سعر، انا باخد السعر المتوسط اللي موجود في السوق للخامه اللي موجوده عندي دي. مثلا وليكن الخامه دي كانت لوحه من اللوحات ولا اي حاجه. وبيتم الاخذ في الاعتبار من تكلفه الاكسسوارات. يعني مثلا ايه؟ التركيب بتاع اللوحه، التثبيت بتاعها، او مثلا لو انا شغال في انشاءات مثلا او في مقاولات، لو انا عندي كشاف، لو انا عندي اي حاجه، عندي جهاز معين، فباخد ايه؟ باخد في اعتباري وسائل التثبيت. طب لو انا جبت واحد عشان يركبه، طب لو انا جبت واحد عشان يثبته، طب لو انا جبت مش عارف ايه، الحاجات دي كلها لازم اخدها في الاعتبار. دي كلها بتندرج تحت مسمى تكلفه الخامات، اللي هي بتندرج تحت مسمى التكاليف المباشره. يبقى دي اول نقطه معانا وهي تكلفه الخامات. تاني حاجة معانا وهي تكلفة ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات دي هي بتكون 14% من المبيعات. يعني انا ببقى عارف ان انا بضرب الرقم بتاعي في 14%. دي كده اسمها ضريبة المبيعات. دي تاني حاجة. تالت حاجة وهي تكلفة النقل. تكلفة النقل يعني أنا مثلا لو عندي لوحة هنقلها من موقع لموقع، أو عندي مثلا خراطيم هنقلها من موقع لموقع، أو كشافات هنقلها من موقع لموقع، أو أي حاجة، أو مواسير هنقلها من موقع لموقع، على حسب طبيعة المشروع وعلى حسب طبيعة البند اللي أنا بحسب له وعلى حسب طبيعة وعلى حسب طبيعة الحاجة اللي أنا شغال عليها. يعني ببدأ أعمل حاجة اسمها تكلفة النقل. تكلفة النقل دي بيقول لك يا باشمهندس إنك أنت بتاخد من 3% إلى 5% من قيمة الخامات. يعني انت بتاخد في الاعتبار كده، او على حسب مكان الخامات بالنسبة لموقع العمل. يعني ايه؟ يعني مثلا والله انا دلوقتي شغال في مشروع، ولكن المشروع بتاعي في العاصمة الادارية، وانا هجيب مثلا اللوحة بتاعتي هجيبها من مصنع من العاشر. فانا ببدأ اشوف والله لو انا هنقلها من العاشر لحد الموقع هجيب عربية، العربية دي هتاخد كام؟ هل انا مثلا هحتاج عربية واحدة ولا عربيتين ولا ثلاثة ولا ايه بالظبط؟ على حسب طبعا حجم الحاجة اللي انا هنقلها، والعربية دي هتاخد كام وهتاخد وقت قد ايه. كل الحاجات دي انا باخدها في الاعتبار بتاعي من موضوع تكلفة النقل. يبقى دي ثالث حاجة عندنا في التكاليف المباشرة.
رابع حاجة معانا وهي تكلفة المصنعيات. تكلفة المصنعيات دي بتكون على حسب سعر السوق. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ يعني تكلفة المصنعيات دي من الممكن ان هي بتندرج تحت ثلاث حاجات او ثلاث اشكال. اول حاجة عدد ساعات تشغيل صنايعي ومساعدين. تاني حاجة وهي عمالة الشركة نفسها، هم اللي هيعملوا لي البند ده مثلا او هم اللي هيركبوه. ماشي. تالت حاجة وهي لو انا بقى هخلي الجزء من الشغل ده هيعمله مثلا هسند الشغل ده لمقاول باطن. فببدأ دي ليها حسابات ودي ليها حسابات ودي ليها حسابات. اول حاجه لو انا هجيب مثلا صنايعيه ومساعدين هيشتغلوا باليوميه، فببدا ايه؟ بيتم حساب يوميه الصنايعي ويوميه المساعد وحساب الوقت اللي هم هيشتغلوا فيه عشان يعملوا لك المهمه دي. ومن خلال ده كله بقى انك انت بتقوم بحساب الايه؟ التكلفه. يبقى انا بشوف في عدد ساعات تشغيل صنايعي ومساعدين، انا بشوف يوميه الصنايعي كام ويوميه المساعد بتاعه كام، وببدا ان انا اشوف هياخدوا وقت قد ايه عشان يعملوا لي المهمه دي، وببدا ان انا احسب التكلفه من خلال الموضوع ده. تاني حاجة بقى عندنا في تكلفة المصنعيات وهي عمالة الشركة نفسها، هم بقى اللي هيعملوا لي الموضوع ده. ده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت التنفيذ هيتم من خلال عمال ومشرفين وصناعية الشركة، فبيتم إدراج هذه التكاليف ضمن التكاليف الغير مباشرة. بمعنى إيه؟ بمعنى دول العمال بتوعي. يعني ايه؟ يعني دول العمال بتوع الشركه بتوعي، فانا مش هجيب حد من بره يركب لي او يعمل لي البند الفلاني. فساعتها انا ببدا اشوف الموضوع ده تحت بيندرج تحت التكاليف الغير مباشره. والتكاليف الغير مباشره دي هي اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله المحاضره الجايه. ولكن انا عايزك بس تبقى فاهم ان لو انا عندي عمال الشركه هم اللي هيعملوا لي المهمه دي او البند ده، او هم اللي هيركبوه او هينفذوه، بيتم التعامل معاهم او بيندرج هذا البند تحت بند التكاليف الغير مباشرة في الحسابات يعني. ثالث حاجة بقى وهي لو أنا هلجأ لإن أنا أجيب مقاول باطن عشان خاطر يعمل لي جزء معين من المشروع. يعني إيه مقاول باطن؟ المقاول الباطن لو أنا مثلا ماسك مشروع كبير، المشروع ده فيه كذا حاجة. لو أنا شركة كبيرة وماسك مشروع كبير، بشغل معايا مقاولين باطنين عشان خاطر كل مقاول باطن من المقاولين دول بيبقى مهمته ان هو بينفذ لي جزء معين من المشروع. فلو انا هلجأ بقى ان انا اجيب مقاولين باطن، ببدأ اعمل ايه؟ في حالة تواجد النية لتنفيذ الاعمال عن طريق مقاول باطن، فبتكون مصنعية التركيب في هذه الحالة لا تقل، يعني النسبة بتاعتها من 10 ل 40%، يا إما 10% يا إما 20% يا إما 30% يا إما 40% من سعر الخامات تقريبا. أنا بفرض إن السعر بتاعهم من سعر الخامة اللي هم هيجيبوها لي أو المهمة اللي هم هيعملوها لي. بقول والله إن السعر هيكون يا إما من 10 يا 20 يا 30 يا 40 على حسب الاتفاق وعلى حسب الإيه؟ وعلى حسب الشغل. خامس حاجة وهي آخر حاجة في التكاليف المباشرة اللي هي حساب تكلفة الهالك. تكلفة الهالك دي يعني أنا مثلا وليكن عندي كشاف عايز أركبه، أو جبت شوية مواسير، أو جبت شوية خراطيم أو شوية أسلاك، فأنا لازم أبقى عارف إن أنا هيبقى عندي هالك، حاجات أنا مش هستخدمها، حاجات هتترمي. فده أنا برضو باخده في الاعتبار، إن هو مثلا لازم آخد حاجة زي كده في الاعتبار بتاعي وأنا بعمل عملية التسعير بتاعتي عشان خاطر ما أخسرش، عشان خاطر الشركة بتاعتي ما أخسرش. فباخد من 3% إلى 5% من سعر الخامات أو على حسب الخامة نفسها، وهل سيكون هناك كميات هالك في الخامات أو لا. يعني هل أنا برضو ببقى واخد في الاعتبار هل أنا أصلا هيبقى عندي هالك ولا لا. ولو عندي هالك باخد سعره إزاي؟ باخد سعره إن هو بيبقى من 3% ل 5% من سعر الخامات. يعني ده أنا باخد الرينج بتاعي كده، يا إما من 3% يا إما 5%، على حسب الخامة نفسها وعلى حسب إيه الشغل بتاعي أو البند بتاعي، هل هو بند خراطيم أو مواسير أو غيره. ده كده كان بالنسبة لموضوع التكاليف المباشرة اللي احنا اتكلمنا عنه. يبقى احنا كده ايه هي الأسس اللي احنا بنعمل من خلالها موضوع التسعير؟ أول حاجة التكاليف المباشرة، تاني حاجة التكاليف الغير مباشرة، تالت حاجة اللي هي الأرباح والمصاريف الإدارية. واتكلمنا النهاردة عن أول حاجة وهي التكاليف المباشرة، وإن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن التكاليف الغير مباشرة، وبعد كده هنتكلم عن الأرباح والمصاريف الإدارية، وبعد كده هناخد بقى مثال عملي يلم لنا الموضوع ده كله. أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.